صراع عائلي ممكن يكون بيتكرر كتير، بيدور حوالين الميراث وحقوق الأرض. تمام. القصة عن فاطمة وصراعها مع إخواتها حسين وحامد عشان تاخد حقها في أرض أبوها. إيه سبب الخلاف ده وإيه الحجج؟ هنشوف مع بعض. بالظبط. والنص ده بيخلينا نفكر في كذا حاجة مهمة بصراحة. يعني بنشوف الصدام الواضح ده بين العرف، فكرة إن الست ملهاش نصيب خصوصا في الأرض يعني، وبين القانون والحق الموثق اللي فاطمة ماسكة فيه. دي نقطة مهمة قوي. وكمان بنشوف يعني إزاي السلطة متوزعة جوه العيلة، وإيه اللي بيحصل لما حد وخصوصا لو ست تقرر إنها لأ، أنا هطالب بحقي وهتحدى الوضع ده. هي القصة بتبدأ بلحظة صعبة قوي على فاطمة. بالصدفة بتسمع إخواتها بيتفقوا يبيعوا أرض أبوها. من وراها طبعا. والحجة كانت جاهزة، الست ملهاش نصيب، يعني مش بس استبعاد، ده تخطيط لتجاوزها خالص. طيب ليه السرية دي؟ هل هم مثلا خايفين منها ولا عارفين إن موقفهم القانوني مش سليم؟ سؤال مهم فعلا. ممكن يكونوا متوقعين إنها هترفض، أو يمكن زي ما بتقولي هم مش متأكدين قوي من موقفهم، بس العرف بقى ضغط عليهم. ممكن. بس فاطمة هنا كان معاها حاجة أقوى. هي مش بس رفضت، هي افتكرت كلام أبوها ليها، كلام واضح ومباشر: دي أرضك قبل ما تكون ورث، أبوك بيحبك وكتب لك حقك بإيده. يعني وصية واضحة ومكتوبة. بالظبط. مش مجرد ذكرى حلوة، لا، معاها الورقة الأصلية اللي تثبت الكلام ده. القوة هنا مش بس في الورقة، القوة في إيمانها هي بحقها ده وبكلام أبوها. الرد فعل الإخوات بقى يعني كان عنيف شوية. حسين واجهها بورقة تانية واضح إنها مزورة، وصرخ بنفس منطق العرف: الأرض بتاعت الرجالة، أبويا ما كتبش حاجة باسمك. وحامد كمان كان ليه دور، استخدم التهديد بقى، اللي هو الأسلوب الأخطر، التهديد المبطن ده: وانت هتروحي فين يعني؟ تعترضي علينا؟ يعني كأنها ملهاش مكان تروح له لو عرضتهم. بالظبط. اللي يلاحظ هنا إنهم مصممين يتجاهلوا أي دليل مادي، الورقة الأصلية اللي معاها. تماماً. وده بيوضح قد إيه المشكلة عميقة. مش بس طمع، لا، ده تمسك بفكرة السيطرة الذكورية يمكن، أو شكل معين للعلاقات جوه العيلة، الله أعلم. بس فاطمة هنا فاجئتهم. هي دي نقطة التحول. فاطمة ما خافتش، قرارها كان حاسم وواضح: هروح المحكمة يا حسين، والورقة الأصلية معايا. ياه. دي مش مجرد كلمة في خناقة، لا، ده قرار بنقل الخلاف كله من دايرة العيلة الضيقة للمستوى الرسمي للقانون. وسط التوتر ده كله بتظهر شخصية مهمة قوي: الجدة. صحيح. تدخل الجدة ما كانش بس عشان تهدي النفوس، لا، دي وقفت في صف الحق بوضوح. كلامها كان قوي ومؤثر، واللي يظلم أخته عمره ما يشوف خير. كلام حاسم فعلا. وجود الجدة ودعمها ده أكيد فرق مع فاطمة نفسيا، وكمان بيمهد للحكمة الأخيرة اللي هنسمعها منها في الآخر. صحيح. وبعدين القصة بتنقلنا للمحكمة. وهنا الأمور بقت واضحة جدا. فاطمة قدمت ورقتها الأصلية، الدليل المادي. ومفيش أقوى منه قدام الدليل ده، يعني مفيش كلام. القانون قال كلمته والقاضي حكم لصالحها. هنا بنشوف إزاي الحق القانوني والوثيقة بينتصروا على محاولات التزوير وعلى العرف اللي ممكن يكون ظالم. والمشهد الأخير رمزي جدا: فاطمة ومعاها مفتاح أرضها، وبيظهر صوت تاني، شخصية عبده، بيعلق كده بإعجاب وبيقول جملة تلخص كتير: أهو كده البنت اللي تعرف حقها وتاخده بالحلال. ده بيوري إزاي حتى المجتمع حواليهم أو بعض أفراده يعني بيقدروا اللي بيتمسك بحقه بالطرق الصح. وفاطمة نفسها الحقيقة لخصت موقفها بمنتهى القوة لما قالت: أنا ما خدتش أكتر من حقي، بس اللي يسكت بيتاكل حقه. الله، الجملة دي قوية جدا. اللي يسكت بيتاكل حقه بتلخص أهمية المواجهة الإيجابية. مش إن الواحد ياخد أكتر من حقه، لأ، بس إنه ما يتنازلش عن حقه أبدا. السكوت هنا مش فضيلة، ده تفريط. وفي الآخر خالص بترجع الجدة عشان تدينا الخلاصة، أو الزتونة زي ما بنقول. تمام. كلامها كان زي الحكمة أو الوصية: اللي يرضى بالظلم بيشيل وزر غيره، واللي يقف للحق بيبني لعياله سترة في الدنيا والآخرة. كلام عميق قوي بصراحة. يعني الدفاع عن الحق مش بس مكسب لحظي، ده زي ما بتقولي استثمار للمستقبل، بيبني حماية للأولاد وللأجيال الجاية. القصة دي بتورينا فعلا إزاي ممكن الوعي بالحقوق القانونية والجرأة في المطالبة بيها، حتى لو ده هيواجه تقاليد راسخة أو أقرب الناس، إزاي ده مهم ومصيري. صحيح. اللي عملته فاطمة مش بس إنها استردت أرض،
لا، ده كان تأكيد على كرامتها وعلى حقها كإنسانة ليها أهلية كاملة زيها زي أخواتها. وحكمة الجدة دي بتفضل كأنها صوت العقل والضمير في الخلفية. فعلا، وده بيخلينا نفكر في سؤال مهم يمكن المستمعين كمان يفكروا فيه بعد ما نخلص. لحد فين ممكن تتصادم التقاليد والأعراف مع نصوص القانون الواضحة، خصوصا في أمور حساسة زي الميراث والعلاقات جوه الأسرة؟ وإيه ممكن تكون الأدوات أو الطرق اللي الأفراد يقدروا يستخدموها عشان يحموا حقوقهم بشكل فعال وقانوني زي ما فاطمة عملت كده؟